لو قلتلك إن معلقتين ونص رز مسلوق هم علميا في جسمك زي 15 حبة شيبسي، هتصدقني؟ لو فاكر إن الدايت يعني حرمان، ورقة مكتوب فيها ربع رغيف وجبنة قريش طول حياتك، يبقى أنت لسه معرفتش السر اللي غير مفهوم التغذية في العالم. السر ده مش افتكاسة، ده نظام رسمي حطته أكبر جهتين علميتين في العالم، الجمعية الأمريكية للسكري والجمعية الأمريكية للتغذية. النظام ده اسمه نظام المجموعات التبادلية. والنهاردة في صحتك في لقمتك هعلمك ازاي تفهم جسمك، مش بس تعد كالوري، وازاي تبدل أكلك بذكاء من غير ما تبوظ الدايت بتاعك. تابع معايا واشترك في القناة وفعل زر الجرس ويلا بينا. النظام ده مش معمول عشوائي، ده قايم على 3 مبادئ أساسية. 1. التوازن، إن جسمك ياخد كل احتياجاته من المغذيات بدون خلل. 2. الاستمرارية، إنه نظام تقدر تعيش عليه طول عمرك مش أسبوع وتزهق. 3. تحديد الكمية من كل نوع، إنك تكون سيد قرارك، عارف الحصة دي بتديك إيه بالظبط. الجمعية الأمريكية وضعت النظام ده وعممته لسهولته الشديدة، لأنه بيتعامل مع الأكل كعملة موحدة تقدر تبدلها براحتك. تعالوا ندخل في الجد. أول مجموعة وأكبر مجموعة هي مجموعة النشويات ستارش. القاعدة هنا بتقول أي بديل في المجموعة دي هيديك بالظبط 15 جرام كربوهيدرات، 3 جرام بروتين، 80 سعر حراري. يعني كل الحاجات اللي هقولها دي بتساوي بعضها في الكربوهيدرات والسعرات، وتقدر تبدل بينهم. العيش، الرز، المكرونة، ربع رغيف سياحي صغير وزنه حوالي 30 جرام بيعادل بالظبط 3 معالق رز أو مكرونة، سواء أبيض بني أو مسلوق. المهم يكون مسلوق عشان نحافظ على الحسبة صح بدون دهون زيادة. كليات، الفول، العدس واللوبيا. الفشار بقى المفاجأة، 3 كوبايات كبيرة من الفشار المنفوخ بيدوك نفس 15 جرام كارب، 80 سعر، سناك مشبع جدا. البليلة، نص كوباية شوفان أو نص كوباية قمح أو نص كوباية بليلة. كورن فليكس، 3/4 كوباية كورن فليكس غير محلى. طب والجانك فود يا كوتش ينفع بس بذكاء المحترفين. الشيبسي والدوريتوس من 15 ل 20 قطعة شيبسي هيدوك ال 15 جرام كارب. البسكويت 5 قطع صغيرة. البطاطس المحمرة من 10 ل 15 صباع بطاطس محمرة. شايفين السهولة؟ النظام ده ما اتعملش بس لمرضى السكر عشان يحميهم من هبوط وارتفاع السكر المفاجئ، ده اتعمل لينا كلنا عشان يعلمنا ان جسمك محتاج تغذية مش مجرد اكل. لما تفهم البدائل دي هتعرف تحضر وجبتك المتوازنة، مش هتحس بحرمان الدايت، مرونة وعلم مش حرمان وعشوائية. لو عجبك الفيديو ده وعايزنا نكمل في شرح باقي المجموعات، البروتين والدهون والخضار، وازاي تقسم وجبتك بالجرامات، سيبلي كومنت بجاهز. وما تنساش اللايك والشير عشان الكل يفهم، وافتكر دايما صحتك في لقمتك. سلام.